مبروك لنادي الزمالك فوزه على فيوتشر 2-1، ولكن خلينا نتكلم في نقط بقى كده عشان الواحد تعب نفسيا. كابتن مصطفى شلبي، انا ما بحبش اكون يعني قاسي على اللعيبه، اكيد يعني النهارده مش في يومه، لا. انت مش النهارده مش في يومك، انت بقالك ايام مش في يومك. مالك يا كابتن مصطفى؟ الراجل عبد الله السعيد بيحط لك اكتر من 3 4 تجوان، مش عارف، بتستلم غلط، كل حاجه غلط. ده انت المفروض وينج في نادي الزمالك، ها؟ مش وينج في مركز شباب. حتى الباصه مش عارف تباصيها، الاستلامه في نص الملعب مش عارف تستلم. انت والاخ دونجا، مش عشان انت جبت جون يا دونجا فهنقول عليك لاعب كويس، لا 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 خالص. انت النهارده انت متساب ومعكش حد وبتباصي غلط. الراجل قدامك الناحيه التانيه بتباصي له غلط، في ايه؟ مش فاهم. مش عارف تباصي، مش عارف اللي هي الف ب كوره، الف ب كوره، تعليم الكوره مش عارف تباصيها. في ايه يا دونجا؟ مالك مستواك بيهبط ليه؟ فين مستوى بتاع بيراميدز اللي انت كنت هناك فيه؟ ولا انت عشان مفيش حد بينافسك في المركز ده في نادي الزمالك فعشان كده؟ رقم 6 شحاته ما بيلعبوش، بيلعب يا رقم 8، يا اما بينزل بيساندك يا اما بيلعب على ناحيه اليمين. فعشان كده انت مثلا شايف ان مفيش حد مكانك بينافسك فبتعمل كده؟ نفهم، فهمني. لكن كابتن مصطفى شلبي انت بعيد بعيد قوي بقالك كتير، ومش ناوي ترجع شكلك، ومش ناوي تحافظ على مكانك. خلي بالك في واحد جاي مكانك اسمه احمد الجفاري بيلعب يمين وشمال، هيتاخد بمكانك بسهوله، واللي انت بتعمله ده هيؤدي الى رحيلك، هتمشي. لان انت جبت لنا احنا جلطه، يعني انت جبت للجماهير جلطه، انت مش عارف تستلم، مش عارف تباصي، مش عارف تعمل اي حاجه، حتى الفينش قدام الجون مش عارف تعمله. فمش عارف ليه سبب بعد مستواك عن الكوره. ده انت المفروض يعني معلش انت مش شغال شغلانه تانية، انت طول حياتك او طول يومك بتتدرب وترجع، تتدرب وترجع. فمعنى كده ان انت مش مركز خالص في شغلك، ما هو ده شغلك. مايسترو نص الملعب اللي هنفضل نتكلم عليه من هنا لمليون سنه هو عبد الله السعيد. محدش يتكلم على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد جوكر. لو خرج عبد الله السعيد وعبد الله السعيد مش في المطوشه دي، صدقني انت ما عندك، مش هيبقى عندك مفاتيح لعب. تراجع مستوى زيزو نفس الكلام، مستوى الجزيري. انت فين يا جزيري؟ بجد. ونفسي افهم حاجه، هو المدرب صبر عليك قوي كده ليه؟ يعني انت قعدت كتير في الملعب وما بتعملش حاجه، صبر عليك ليه؟ ناصر منسي مش برقبتك، لا هو برقبه 10 منك. اولا انت تجدد لك من الاخر كده يا جزيري، عشان هما ما كانش معاهم فلوس، عشان من الاخر ما ترفعش قضيه من الاخر. كمدرب، ليه حسام اشرف ما ينزلش؟ ليه؟ يعني اقنعني ليه بس ما ينزلش حسام اشرف؟ محمد صبحي النهارده كويس رغم ان الجون منك بنسبه كبيره، ولكن انت كنت كويس النهارده يا محمد صبحي. علامات استفهام شويه 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 على اللي انا قلتهم دول. اما غير كده فرقه كويسه بنتايج عالي 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 عالي. انت النهارده خليت فيوتشر هلكتك، هلكت نادي الزمالك بسبب التراجع اللي انت كنت عامله بسيره. متراجع ليه؟ بسبب بصراحه الاهداف اللي الزمالك ضيعها، فخليت فيوتشر يهلكك بدنيا. وانت ما كنتش عايز تتهلك الهلكه دي، لانك قدامك بعد 3 ايام مباراه. فانت هتريح بكره ولا هتتدرب ولا هتعمل ايه؟ فانت اهلكت نفسك ب اللي انت عملته، ب... بان انت خليت فيوتشر يخش جوه الماتش. بس لكن غير كده مبروك لنادي الزمالك 2-1 المباراه.